عالسلامة ومرحبا بكم البنات في قناتي قناة برد. اليوم مع فاطمة. اليوم ان شاء الله بقدرة ربي نعملوا كيكة نتاع عيد ميلاد بنتي. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وتجربوها بقدرة ربي تجيكم تعمل كيف. لهنا فصلت 5 كعبات عظم، هذا الابيض البياض وهذا الاصفر خليته على شيرة. نركضوا الابيض نزيدوا عليه رشة ملح ونركضوا الابيض بسم الله لين يبيض لنا الخليط وبعد نرجع لكم ان شاء الله. نركضوا كما قلنا الابيض العظم، نضيفوا السكر. هنا عندي 150 غرام سكر، صبوها على 3 مراحل. طلع معايا البيض بالشكل هذايا. نبداو نضيفوا في الاصفر شوي بشوي بسم الله. نضيف مغرفه نتاع اكل فاني بسم الله ونخلط. نضيف لهنا 100 مليلتر زيت، هو كاس غير ربع اما كي كيلتو لقيتو 100 مليلتر زيت. نعطيكم المقاس بالميزان وبالكاس. ونضيف 100 مليلتر حليب كيف زاده كاس غير ربع بسم الله. ما نركبوش برشا، حبر ما يدخل لنا الحليب في الخليط ونكملنا من الماكينه. طبعا هنا عندي 150 غرام فرينه، نضيف عليه نص شاي خميره مقدار 10 غرامات، نخلطهم مع بعضهم ونضيفهم بالتدريج على الاباري نتاعنا. بالطبيعه نغربلوها الفرينه البنيته ونخلط بالفوي بالسياس باللوطه الفوق. ما نخلطوش بسرعه البنات، في عقلنا نخلطوا الخليط هذايا وقت اللي نحسوا الفرينه ما عادش نزيدوا الكميه اللي بعدها. نكمل بقيه الكميه الكل نتاع الفرينه. شوفوا بالطريقه دي الاباري بتاعنا ما تيحش كي نخلطوا كيكه بالسياسه. كمل دخلت الفرينه كل، نزيد نلم الجناب بسم الله. شوف القوام تاعها هنا خديت مول غلفته بالبابي كويسون، عملت له القاعه من اللوطه وعملت له الجناب. هذا باش نطيب فيه ان شاء الله. القطر نتاعو 22 سنتيمتر بسم الله. صفي لاباري تاعي، كملت صبيت لاباري تاعي كل في المول. نعمل 3 ضربات هكايا باش يطلق الفقاقيع كليكا. ننزل نحطو توا في الفور على 180 درجه لين نشوفوها هكايا طابت. ندخلو كي كردون ونشوفوها كل واحد والفور نتاعو بسم الله. الجينواز نتاعنا صايي خرجتها من الفور طابت. خديت اللون المزيان كما شفتوها هكايا باش نعرفوها طابت. ندخلو كردون بالطريقه دي ونشوفوها صايي كردون شايح بالطريقه هذه. الجينواز طايبه. خليوها هذه تبرد وناخذ نحضروا الكريمه اللي نحشيها بها. للحشو قلنا عندي باكو كريم شانتي، باكو هذا فيه 2 ساشيات. الساشي فيه 125 غرام، نصبوهم 2 ساشيات هذوما نفرغوهم بسم الله. 125 غرام في الاثنين يجيو 250 غرام. على 250 غرام كريم شانتي مش نحط عليهم 200 مليلتر كريمه سائله. في عوض الحليب بس تجينا الكريم شانتي نتاعنا تجينا عايقده بسم الله. والركض لين تطلع معانا بالباهي. الكريم شانتي صاي نتاعي عقدت بالشكل هذايا. نشوفوا منقر العصفور هكا بالطريقه دي صاي. شوفوا التكستير نتاعها البنات عقدت بالشكل هذايا. من الكريمه دي اش ناخذ طريف هكايا نحطو في بول صغيره مقدار كيكه نتاع مغرفتين هكايا صغيرات. باش نضيف لها قطره من اللون الغذائي الاحمر هذايا. حبيتها على لون الروز شويه يكفي. نحاول هكا نخلط بسم الله. هذا هو اللون طلع لي الروزي كما حبيته. هنا شفتوا كيفاش روزي. هذا تو نخليه على شيره لين حضرت كل شيء. الكريم شانتي الروزيه حطيتها في البوش، البيضه خليتها في البول هذيا، والكيك قسمتها في 2 باش نعملها على تقينه كهو.
ولهنا خلطت شويه حليب وحطيت فيه مغرفه سكر، هذه باش نسقي بها الشينواز تاعنا. بسم الله. اول حاجه نبدا نسقيها بالباهي البنيته. كيكه اليوم ساهله ماهله، ماناش مش نكلفوا رواحنا برشا بالشكل هذايا. ناخذ الكريم شانتي. بسم الله. نحط التقلوله، ناخذ الدقه الفوقانيه، نسقيها بالباهي بالحليب، نضيف شويه شوكولاته مبشوره عشوائي هكاك نحطها هكا. ويجي نواس كنا سقيناها بالحليب توا. بسم الله. نحطها هكا من فوق. ما حيتش انا هذايا واش نحيو توا مع بعضنا، ونعاود نسقيها هكا شويه اخر زاده من فوق بالحليب باش تجينا متشربه بالباهي ما تجيناش شايحه. ناخذ الكريم شانتي اللي تبقات الكل قالك نصبها من فوق. بسم الله. حاولوا هكا نستويها شويه مش بالضرورة البنات مستوية على الاخر. نحكي مغرفة، نحاول هكا نعمل هكايا نستويها بالشكل هذايا. فوالا. ناخذ الكريم شانتي الروزية ونعملو دي روزاس هكايا. هنا عندك علبة بيل في الارجون، نحط فوق كل كعبة رزاز كعبة تعطينا منظر. بسم الله. شوف المنظر محلاه. هنا عندي الزينة دي باش نزين بها، نحط كي شوية على الابيض. بسم الله. شوفوا كيفاش تزيين سامبل ومزيان على الاخر. ونحطوا الشمعة نتاع العيد ميلاد نحطوها على هنا. خبز الجاتو نتاعنا سي حضرت، مكونات بسيطة موجودة في كل منزل. ان شاء الله تجربوها البنات وتعجبكم. ما تنسونيش البنات في اللايك في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش في كل مرة كي نهبط لكم ريسيت جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون تبع جديدي. توا ما بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير بنوتي.